في فيديو النهارده بقى هنعمل احلى معجنات. هنعمل قرص الطريه بالعجوه وكمان الساده. يلا بينا نشوف الفيديو. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك والاشتراك. النهارده هنقول تريكات كتيره قوي هتخلي معايا العجينه هشه وطريه، وكمان هنقول تريكات واسرار بسيطه كده هنمشي عليها عشان نطلع احلى معجنات، وكمان نسيبها باليوم والاتنين ما تغيرش طعمها ابدا. انا هنا معايا دي سنبله الفرات. طبعا انتوا عارفين ان انا بستخدمه دايما على طول بصراحه في كل المعجنات، او لو مش معجنات برضو بستخدم دي سنبله الفرات. معايا هنا نص كوبايه من اللبن الدافيه، وكمان معايا 7.5 جرام خميره. حسيت ان هما بكفايه في فصل الصيف ان هما يخمروا معايا نص كيلو دقيق او اللي هما 4 كوبايات دقيق، وحطيت عليهم 3 معالق كبار من السكر وقلبتهم حلو قوي، وهسيبهم كده على جنب عشان نشوف هعمل ايه. معايا كمان الباقي هعجن بميه، ومعايا كمان ربع كوبايه يعني معلقتين كبار كده حلوين من السمنه على زبده او براحتكم، زبده بس سمنه بس مفيش مشكله. معايا كمان تركايه وسر حلو جدا جدا هنعمله في المعجنات، هيخلي المعجنات بتاعتنا منقوله في حته تانية خالص، اللي هو البولش. البولش دي عباره عن مكونات متساويه من نص كوبايه من الدقيق على نص كوبايه من الميه على ذره من الخميره، وبسيبهم قبلها بيوم، بقلبهم مع بعض وبسيبهم على الرخامه بتاعتي، واعجن بيهم تاني يوم احطهم على العجينه عادي. بيخلي العجينه بصراحه كلها طراوه. بعد ما حطيت بقى كل المكونات بتاعتي كده على ال4 كوبايات دقيق، وحطيت كمان البولش اللي انا عملته، هحط معلقتين كمان كبار من الزبادي زي ما انتم شايفين كده. الزبادي برضو بتدي طراوه جدا جدا للعجين. اهم حاجه يا جماعه زي ما انتم شايفين نمشي على التركات كده زي ما انا بقولها. المعجنات بتاعتي هتطلع منقوله في حته تانية خالص، لا مكتومه بقى ولا مكتكته من جوه ولا اي حاجه. ذره بسيطه زي ما انتم شايفين كده من الدقيق لميت بيها العجينه بتاعتي فقط لا غير، مفيش غير كده. العجينه بيبقى فيها سن تلزيق بسيطه، ما بتبقاش عجينه قاسيه زي ما انتوا هتشوفوا كده. زي ما انتوا شايفين العجينه بتاعتي بعد ما خمرت هبتدي بقى ان انا احطها على الرخامه او الترابيزه بتاعتي، علشان هبتدي ان انا اعملها كور كده بسيطه واغطيها علشان اسيبها ترتاح كمان 10 دقائق، عشان لما اجي اعمل القرص بتاعتي واجي افردها تبقى مظبوطه تمام. التريكات يا جماعه اللي احنا بنقولها دي نمشي عليها علشان تطلع معايا المعجنات هشه وطريه. وكمان البولش يا جماعه دوت تركايه جديده كده بنمشي عليها، بتطلع برضو المعجنات في حته تانية خالص. زي ما احنا يا جماعه لما شفنا فيديو الفايش عملنا كده كذا تخميره قبلها، فاحنا بالنسبه للمعجنات هنعمل التخميره دي ونحطها على العجين بتاعنا، هيخلي العجينه معايا فيها طراوه وفيها طراوه للعجينه، وتخلي فعلا المعجنات تفضل معايا كده يوم واتنين من غير ما تعمل طبعا طعم او تغير طعمها، بس بصراحه بتخليها في حته تاني خالص، وده عن تجربه. ابتديت ان انا افرد بقى العجينه بتاعتي بعد ما عملتها كور كده، وبعد كده ببتدي ان انا احطها بقى في الصاج. بفردها على الرخامه يا جماعه على الوش كده، وبعد كده بحط قطعه العجوه. ما تبقاش عجوه كتير يا جماعه عشان ما تبقاش برضو اوفر سكريات. بنحط قطعه من العجوه وببتدي اقلبها على الجنب التاني، وببتدي احطها في الصاج عشان بعد كده في الاخر هرجع ابططهم كلهم زي ما انتم شايفين كده ارتاحوا في الصاج. والعجينه بتاعتي ابتدت لما ابتديت ان انا ادوس عليها كده بايديا بتفرد، ما بترجعش تاني. مش معنى بصوا يا جماعه انا بفردها العجينه ما ترجعش تاني او بتمط، لا، ثابته فعلا مكانها كده زي ما انتوا شايفين. بططنا العجينه وزي ما هي على وضعها زي ما بيقولوا، ما رجعتش تاني عملت زي الاستيك او رجعت تاني، لا، العجينه اتبططت كده تمام. بغطيها بقى وبسيبها تخمر علشان هعمل الباقيين برضو في الصاج التاني. بنفس الطريقة بقلب العجينة وببتدي ان انا اقفلها، وابتدي ارجعها تاني على الوش بتاعها وبحطها في الصاج، وبعد كده برجع ان انا ابططها كلها مرة واحدة. اهم حاجه يا جماعه بنمشي على التريكات دي. وبالنسبه للخميره يا جماعه ما نعملش اوفر خميره، مش شرط ان انا مثلا احط الكيس كله، لا، انا هنا عامله 4 كوبايات دقيق يعني او نص كيلو، يبقى 7.5 جرام حلو جدا يا جماعه. اما لو في فصل الشتاء ممكن تزودي تعملي كيس الخميره كله، مفيش اي مشكله. مش شرط ان العجينه بقى بتاعتي اتنفخت يبقى خلاص هي كده خمرت، لا، كده ممكن يا جماعه كمان العجينه ما تكونش مظبوطه معايا. زي ما انتوا شايفين كده ابتديت ان انا اكورها وابتديت ان انا احطها في الصاج، وبعد كده هرجع تاني للاولانيه خالص وببتدي ان انا ابطط عليها. زي ما انتوا شفتوا العجينه بتاعتي مش زي الاستيك بتمط، لا، بتتبطط وبتفضل على وضعها. تركات بسيطه وسهله
بنمشي عليها عشان نطلع احلى معجنات تدينا طعم يكون حلو، طراوة. وفي نفس الوقت لما اسيبها يوم والتاني على حتى او مغطياها بتفضل على وضعها، ما بتنشفش، بتفضل زي ما هي فيها الطراوة وانها طرية. حابة بقى ان انت تحفظيها في الفريزر وتطلعي منها على القد، مفيش اي مشكلة. بتطلع من الفريزر يا جماعة بتتساب 10 دقايق على الرخامة، بتحسي ان انت كأنك لسه عاملاها النهاردة. العجينة برضو بتبقى كلها طراوة. التركات ديت بسيطة بنمشي عليها علشان نطلع احلى شغل. كمان ده بيكون للناس اللي لسه مبتدئة، او طبعا في ناس كتير ما بقاش عندها خلفية عن المعلومات دي. فاحنا كل فيديو يا جماعة بنقول معلومات كده زيادة. زي ما انتوا شايفين كده، انا مقربة الكاميرا كده، زي ما انتوا شايفين ببتدي ان انا ابطط على القرص بتاعتي، بتبتدي انها تتبطط وبتفضل على وضعها، ما بترجعش تاني، ما بتمطش. دي تركة مهمة جدا جدا. متهيالي كلنا عارفين ساعات بنيجي نبطط على العجينة بنبص نلاقيها رجعت زي ما كانت عاملة زي الاستيك، طبعا متبقاش مظبوطة. العجينة بتاعتي هنا بقى بعد ما خمرت القرص بتاعتي بكون مشغلة الفرن بتاعتي، انا شغلتها على درجة حرارة 180، اخدت حوالي نص ساعة. وطلع القرص بتاعتي زي ما احنا هنشوف كده. بجد القرص كانت منقولة في حتة تانية خالص، واكيد هنشوف في نهاية الفيديو القرص بتاعتنا عاملة ازاي. بديها فتحتين 3 كده، ومش هدهنها ولا اي حاجة من على الوش، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة. انا هسيبها كده على وضعها وهدخلها الفرن. انا مش عاوزة ادهنها المرة دي، ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجة، على وضعها كده. حطيت هنا كمان سادة مع عجوة علشان كده كده التسوية واحدة، مفيش اي مشكلة، عشان ما صعبش عليك الامور واقول لك حطي لا اللي بعجوه لوحده والساده لوحده. لا، انا حطيت الاثنين مع بعض زي ما انتوا شايفين كده. القرص بتاعتي بعد ما طلعت متهيالي انتوا شايفين بجد بتتكلم عن نفسها، طراوه وهشهشه بجد، منقوله في حته تانية خالص. والتسويه شايفين ارضيه كمان القرص بتاعتي عامله ازاي، وشايفين التسويه عامله ازاي. لون القرص يا جماعه شايفينها من غير ما تدهن ولا بيض ولا لبن ولا اي حاجه، قرص منقوله في حته تاني. التركات دي نمشي عليها هنطلع احلى شغل معجنات. حتى لو انت بتطلعي اونلاين بجد هتطلعي معجنات منقولة في حتة تانية خالص. شغل مفيش بعد كده. نمشي يا جماعة على التركات اللي قلناها، هنطلع شغل حلو. اهم حاجة نكون مسخنين الفرن، ما ننساش قبلها بشوية عشان ادخل المعجنات بتاعتي على فرن سخنة، ما ينفعش تكون باردة. تابعوني على صفحتي مملكة الحلويات، وشكرا.